السلام عليكم ورحمة الله. هي المجزرة صارت بحلب باليوم الثاني لتحرير مدينة حلب من النظام المجرم البائد. طبعا هون صار عملية انتقام من أهالي مدينة حلب. الناس عم تحتفل هون حوالين دوار الجحش الباسل، ونفذ الطيران الحربي أكثر من غارة على دوار الباسل. طبعا لحاله هون على دوار الباسل كان في أكثر من 30 ل40 ل50 جثة شهيد ملقاة على حوالين الدوار وعلى أطراف الدوار، مثل ما شايفين الجثث بالأراضي والسيارات عم تحترق والناس بقلبها. هي من أبشع المجازر اللي عاشتها حلب بعد سقوط أو بداية سقوط النظام. طلعوا تفرجوا شوفوا على الجثث هون مع عبية الشوارع، بالإضافة إلى قام بتنفيذ غارات بالقرب من جامعة حلب كمان.